الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بحق الأيام المفترجة تزيح عننا كل حسد وكل حقد وكل غباء وكل غل. تعالوا نشوفوا هنا جثث بيطلع منها نمل ودود. يا ترى ايه السبب ونتيجة أو نهاية الظالم، سواء حاسد أو ساحر أو واكل حق حد أو مغتاب حد؟ تعالوا نشوفوا مع بعض. الفريق بتاعي بيكلمني بقالهم يومين منهارين، كانت سوء خاتمه، منهارين وتعبانين مش قادرين ينزلوا بسبب شافوا سوء خاتمه. فبقول لك ده بيأثر علينا، بيأثر علينا من الحاجات اللي يعني ايه الحاجات؟ يعني مثلا يعني ايه لما تغسلي واحده تلاقي كلها طالع منها نمل، تلاقي مثلا وشها اسود وانت بتغسلي، ودي بيكون لسه ميته جديد ولا ايوه؟ لا غير المتحللين ده حاجه تانية. بصوا معلش يا جماعه، انا برضو في حاجه لازم اقولها ويا ريت دي ما تتقطعش، دي امانه. سوء الخاتمه، بصي المفاجاه بقى، سوء الخاتمه وحسن الخاتمه مش معناها جنه ونور. بالله عليكي ما تتقطع عشان الناس بتنتقدنا وفاهمه غلط. يا جماعه اللي بيموت سوء خاتمه مش معناها هيخش النار، واللي بيموت حسن خاتمه مش معناها هيخش الجنه. سوء الخاتمه وحسن الخاتمه معناها ايه؟ انا بتكلم عن ناس وبكلم في الاعراض، انا بقول ده عشان عايزه، عشان اللي لسه عايش دي فرصه تلحقي نفسك. دي اسرار، واحنا النهارده اهم حاجه عندنا ان ناخد بالنا. ايوه طبعا. دلوقتي انا واحده بغسل كل يوم بفضل الله، فبقول لك خلي بالك. بصي اللي بيموت سوء خاتمه مش معناه اخش نار. انا مين عشان احكم عليكي تخشي جنه ونار؟ انا مجرد بشر، انا مجرد مغسله لوجه الله. انا احكم عليكي انت، انا شرفني بعلاقتك بربنا. بس في علامات بتحصل في الغسل. يعني في مثلا لما واحده تطلع دود واللي واقفين يقولوا دي كانت بتتكلم في الاعراض، لما واحده تطلع براز وتقول لك دي كانت بتتكلم. ما هو بصي في حديث ان الرسول هيجيب يوم القيامه لحم ميت وفي هياكلوا جيفه، صح؟ في علامات. الرسول مره عدى على قبر وبكى وشاف الناس بتتعذب. يعني اذا في غيبيات وفي برزخ وفي يا جماعه في سوء خاتمه وحسن خاتمه تاني، مش جنه ونار. معناها انت كنت بتعملي ايه؟ واحده خاربه بيوت ناس، انا غسلتها وعامله اسحار وماشيه في السحر واذيتك ودمرتك، عايزاها تموت حسن خاتمه؟ ردي انت يعني انا بشوف ربنا كريم بقى. لا يا حبيبتي ده في حديث. لا ما انا هرد اهو. في حديث انها لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين. دي مين بقى؟ اللي ماشيه في السحر مرتده. يعني انا معايا حاله، الفريق بتاعي بيكلمني بقالهم يومين منهارين، كانت سوء خاتمه، منهارين وتعبانين مش قادرين ينزلوا بسبب شافوا سوء خاتمه. فبقول لك ده بيأثر علينا، بيأثر علينا من الحاجات اللي يعني ايه الحاجات؟ يعني مثلا يعني ايه لما تغسلي واحده تلاقي كلها طالع منها نمل، تلاقي مثلا وشها اسود وانت بتغسلي، ودي بيكون لسه ميته جديد ولا ايوه؟ لا غير المتحللين ده حاجه تانية. بصوا معلش يا جماعه، انا برضو في حاجه لازم اقولها ويا ريت دي ما تتقطعش، دي امانه. سوء الخاتمه، بصي المفاجاه بقى، سوء الخاتمه وحسن الخاتمه مش معناها جنه ونور. بالله عليكي ما تتقطع عشان الناس بتنتقدنا وفاهمه غلط. يا جماعه اللي بيموت سوء خاتمه مش معناها هيخش النار، واللي بيموت حسن خاتمه مش معناها هيخش الجنه. السوء الخاتمه وحسن الخاتمه معناها ايه؟ انا بتكلم عن ناس وبكلم في الاعراض، انا بقول ده عشان عايزه، عشان اللي لسه عايش دي فرصه تلحقي نفسك. دي اسرار، واحنا النهارده اهم حاجه عندنا ان ناخد بالنا. ايوه طبعا. دلوقتي انا واحده بغسل كل يوم بفضل الله، فبقول لك خلي بالك. بصي اللي بيموت سوء خاتمه مش معناها هيخش نار. انا مين عشان احكم عليكي تخشي جنه ونار؟ انا مجرد بشر، انا مجرد مغسله لوجه الله. انا احكم عليكي انت، انا شرفني بعلاقتك بربنا. بس في علامات بتحصل في الغسل. يعني في مثلا لما واحده تطلع دود واللي واقفين يقولوا دي كانت بتتكلم في الاعراض، لما واحده تطلع براز وتقول لك دي كانت بتتكلم. ما هو بصي في حديث ان الرسول هيجيب يوم القيامه لحم ميت وفي هياكلوا جيفه، صح؟ في علامات. الرسول مره عدى على قبر وبكى وشاف الناس بتتعذب. يعني اذا في غيبيات وفي برزخ وفي يا جماعه في سوء خاتمه وحسن خاتمه تاني، مش جنه ونار. معناها انت كنت بتعملي ايه؟ واحده خاربه بيوت ناس، انا غسلتها وعامله اسحار وماشيه في السحر واذيتك ودمرتك، عايزاها تموت حسن خاتمه؟
ردي انت يعني لا لوجيك. ده بشوف ربنا كريم بقى. لا يا حبيبتي ده في حديث. مش عارفة. لا ما انا هرد اهو. في حديث انها لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين. دي مين بقى؟ اللي ماشيه في السحر مرتده. يعني انا معايا حاله الفريق بتاعي بيكلمني بقى لهم يومين منهارين، كانت سوء خاتمه، منهارين وتعبانين مش قادرين ينزلوا بسبب. احنا عشان حد بس يقول لي انت على طول بتتكلمي في السحر والكلام ده اهو. طبعا يا جماعه زي ما قالت كده اللي هي ام دعاء، و حد يكون اذاكي ويكون خد زي ما قلت جت خدت هدوم مننا. طبعا البرد عامل عمايله مع الناس كلها. حد زي ما اقولك اذاكي وخد هدوم، وكان ربنا طبعا بعد قضاء الله وقدره طبعا كان نفسه الخبيثة سولت له ان هو يروح يعمل لك سحر ويعمل لك عمل والحاجات دي. انتوا طبعا شفتوا الحديث اللي قالت عليه، وشفتوا سوء الخاتمة، وشفتوا عقوبته عند ربنا عز وجل. عشان بس ايه ما تقوليش انت بتفتي وكل شويه تقولي سحر وحسد، ما فيش الكلام ده. لا ده زي ما قلت لا يزداد الزمان الا شده. بس زي ما قلت يا جماعه الظلم ربنا عليه عز وجل قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما الا ظلم العباد. ان انت ربنا يديكي سلطة او مكانة او نفوذ او سواء بقى فلوس او تكوني مديرة زي ما قلت او وبعد كل ده تستغلي السلطة دي ان انت تأذي حد، اللي انت تدمريه سواء بقى ماديا نفسيا جنسيا، حتى اللي انت تشويه سمعته تشويه صورته تختبيه زي ما قالت كده، تقولي عليه كلام ما حصلش. الكلام ده كلته طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حاسد في كل حاقد. والظلم زي ما قلت يا جماعة الظلم ظلمات يوم القيامة. وانا بشوف ابشع. يعني هقول لكم حاجة، مثلا لو جالك سرطان، مين اللي جاب السرطان؟ قلنا ربنا. طب لو انت رحت عملت سحر لحد وجبت له سحر مرض زي ما قلت بعد قضاء الله وقدره، هيبقى مين اللي جايبه؟ بردك ربنا، بس بفعل فاعل. فحتة اللي انت تكوني سبب ان انت تأذي حد دي احساس يقتل واحساس بشع. وخصوصا اللي هو زي ما قلت زي مميسة او حد يكون حتى في الشهر الفضيل دوت، الشهر اللي بترفع فيه الاعمال، واقفة تحسد، واقفة بكمية الغباء دي، واقفة مكملة للنهاية، ما بتطعس رغم ان العيال والاحفاد عندها. الواحد بقى كل مدى يحس ان الدنيا بتجري بسرعة والدنيا متفاتة والدنيا موت الشباب والامراض، احنا شوية ساعة مش مستحملينهم. طب ونار جهنم اشد حرام. فالموضوع بقى الحياة بقت عكس الاول خالص، اللي هي الحياة بتمشي بصورة زي ما قلت تكنيك عالي ومفيش بركة وامراض واوبئة وحتة مفيش صلة رحم وي اللي هي الا من رحم ربي. فالموضوع بقى واخد تركات عالية قوي. فربنا يحسن ختامنا وينور بصيرتنا ويثبتنا يا رب لحد اخر يوم في عمرنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.